واحد بلاد ديال لافريك عمره ما يقدروا يربحوها. لا، علاش دونك انا كنقول لك علاش لا ما ندوش كوب دو موند ان شاء الله، وغدا غنتقاتلوا باش ندوزو الدور الثاني. باش ملي كنقول الكره غضرب بوطو غتخرج لا بوطو غتدخل، غنكون صحابكم راني حماق ولا كنقولها، واي واحد يدير نيه ويقول ان شاء الله غيتقاتلوا الدراري والكره غتدخل غنربحوا ان شاء الله. الشيخ غيكون معانا استاذ عمر في المغرب كيسالو غير منكم غتقاتلوا الدراري ما تصيدوش. في كأس افريقيا الاخيره في واحد الماتش في دور المجموعات مشيت كنتفرج في القهوه، جا واحد السيد جلس حدايا، بدا الماتش وصافي بدا هو كيهضر معايا، كنهضر معاه، مره كيلوح لي كلمه كنلوح له كلمه، راكم عارفين ملي كتكون جالس في القهوه. صافي بدا الماتش، بدينا كنتفرجوا شويه، هو يقول لي هذا السيد هذا راه ما عنديش معاه، ما كنحملوش، كنكرهه. كيهضر على وليد الركراكي، قال لي بانه وليد الركراكي ما كنحملوش وما عنديش معاه وكنكرهه. شفت فيها انا بحال هكا وقلت مع راسي وضعف، كيفاش كتكرهه؟ دابا السيد ما قال ليش بانه وليد الركراكي عنده لعب مفتوح، عنده لعب مفروش، ما عندوش خطه، ما عندوش تاكتيك. لا، قال لي هذا السيد هذا ما عنديش معاه، كنكرهه. بديت كنشوف شويه وكنت غادي نقول له وليد الركراكي راه كاع ما عارفكش واش انت كاين في هذا الوجود ولا ما كاينش، وعلاش كتكرهه، واش دارك شي ورد، واش دار معاك شي بلان. دابا خونا كون قال لي بانه راه وليد الركراكي راه النهج التكتيكي نتاعو راه عيان، ولا الخطه نتاعو ولا شي حاجه، كنت ما غنجيب، ما غاديش كاع ندورها في راسي. ولكن باش قال لي راه هذا السيد هذا ما عنديش معاه، كنكرهه ما كنحملوش، راه بحال الا شعلوا البولات في دماغي. بقيت كنقول كيفاش ما كيحملوش، علاش ما كيحملوش، شنو غيكون دار مع هذا خونا هذا. رانا دابا نشوفوا علاش بعض المغاربه ما كيحملوش وليد الركراكي، مع العلم ان وليد الركراكي هو مهندس الكره المغربيه بكل صدق وبكل امانه. وليد الركراكي دار ثوره في كره القدم المغربيه، لانه بكل صدق وبكل امانه لو ديسكور نتاع وليد الركراكي، الخطاب نتاع وليد الركراكي دار واحد التغيير كبير. وقبل ما نمشيو لكاس العالم، في اللقاءات الصحفيه ديالو كان كيقول بانه انا باغي نغير المايند سيت، باغي نغير العقليه الانهزاميه اللي كاينه عندنا، باغي نبين بانه حتى المنتخب المغربي الا خدم بالنيه والا اجتهد راه قادر يدير انجازات كبيره، لا سواء في كاس العالم ولا كاس افريقيا. وداك الشيء اللي كان في كاس العالم، وصلنا للدومي فينال نصف نهائي كاس العالم، وفي كاس افريقيا راه وصلنا للنهائي. حنا قبل ما يتلعب النهائي كنا عارفين بانه منتخب واحد هو اللي غيتوج، بغض النظر على الاخطاء اللي دار وليد الركراكي، فراه داك النهار نتاع الفينال كان منتخب واحد اللي غادي يتوج، تفاصيل بسيطه كانت غادي تحكم. وداك الشيء اللي كان راكم شفتوا ديك المهزله اللي وقعت في نهائي كاس افريقيا. اما بخصوص الخطاب نتاع وليد الركراكي فراكم شفتوا عطى المفعول ديالو حتى في كاس العالم لاقل من 20 سنه، لانه انا كيبان لي اللي صعيب هو انه تغير ديك العقليه الانهزاميه، حيت ملي كتكون كتشوف راسك بواحد العقليه انهزاميه وكتشوف بانه انت ما قادرش، راك بحال الا كتكون مقيد مكبل. فملي كتغير العقليه الانهزاميه كتولي محرر، وكتولي على الاقل كتامل بالقدرات ديالك. فراكم شفتوا منتخب اقل من 20 سنه توج بكاس العالم. ما غاديش نقولوا بانه الخطاب نتاع وليد الركراكي كان هو السبب الرئيسي باش المنتخب توج بكاس العالم، وغنقصيو المجهودات نتاع محمد وهبي، ولكن بكل صدق وبكل امانه الخطاب نتاع وليد الركراكي كان عنده تاثير كبير في ذاك الانجاز. ما عرفتش صراحة علاش حنا دائما ما كنعرفوش بقيمة الأشياء حتى كنفقدوها. ما عرفتش علاش ما عندناش ثقافة الاعتراف بالجميل، وعلاش عندنا عقدة الأجنبي. ما كنحترموش بعضياتنا وما كنهزوش ببعضياتنا، كنبقاو نجرحوا في بنادم بالألفاظ والكلام نتاعنا. من بعد نهائي كأس إفريقيا بزاف خرجوا كيسبوا في وليد الركراكي وكيقولوا باللي ما خاصوش يبقى. كرويا أي واحد من حقه يعبر على الرأي ديالو، ولكن بدون سب، بدون تجريح، بدون شخصنة. كنت ماركات ضربة الجزاء كون كان خطاب آخر،
ولكن غتكونوا كاملين شفتوا باللي ملي تعلن بانه وليد ركراكي رسميا ما غيبقاش مع المنتخب المغربي، بنادم عاد تاثر ويحس بشعور مخلط بالذنب بالنسبه للاشخاص اللي كانوا كيسبوا كيعايروا. اما اللي كان كيعبر على الراي نتاعو بدون شخصنه فراه غيتاثر، وهذا الشيء امر طبيعي لانه وليد ركراكي عشنا معاه لحظات جميله بكل صدق. من غير الكره كان دائما ايجابي وكيرسل رسائل محفزه وايجابيه. كيقول واحد المثل مغربي شعبي: بكي عليا ما حد يحيي. المقصود هنا ماشي البكاء وانما كف اللسان ديالك عليا من التجريح، ما حدي معاك. فلا بغينا نسقطوها على الحاله ديال وليد ركراكي، ما حدي معاك وما حدي مدرب، اما ملي نمشي ما غيفيد والو داك التاثر ديالك. وهذا الشيء هذا دائما كيوقع حتى في حياتنا العاديه، سواء خدمه، قرايه، العائله، اي وسط فيه الناس ما كنعرفوا بقيمه بعضياتنا حتى كل واحد كيشد الطريق، حتى بنادم كيموت، حتى كيوقع الفرق عاد كيجينا احساس بالندم. واذا كنت تصرفتي ببنادم العيب وهو ما دار معك والو، عاد كتجيك لحظه ادراك واش بصح هذا الشخص هذا صافي ممكن ما نوليش نشوفه، وكيبان قدامك كاع داك الشيء اللي درتيه وقلتيه فيه. حتى واحد ما يقدر ينكر بانه وليد ركراكي بصم على انجاز تاريخي مع الاسود. بالرغم من الاخطاء والهفوات فراه دار انجاز تاريخي. واش عمر شي مدرب وصل مع المنتخب المغربي لنصف نهائي كاس العالم؟ واش اصلا عمر شي منتخب افريقي ولا عربي وصل لنصف نهائي كاس العالم؟ وزائد شحال ما وصلنا لنهائي كاس افريقيا؟ 22 سنه. واخر مره وصلنا لنهائي كاس افريقيا كان معانا وكان لاعب ماشي مدرب. الصراحه خاصنا نوضعوا حد مع هاد الممارسات ديال نطيحوا بولد البلاد ونمجدوا ونقدروا البراني. بزاف ديال الشعوب كيحترموا وكيقدروا بعضياتهم، ولكن البراني ما كيدستروش عليهم. حنا العكس، حنا كنمجدوا وكنقدروا البراني وكنطيحوا بولد البلاد. الاختلاف ماشي هو اللي فيه المشكل، النقاش ماشي هو اللي فيه المشكل، وانما المشكل كاين في التجريح وكاين في عدم التقدير. الا شفتوا فوليد ركراكي من بعد ما حط داك الفيديو في الصفحه الرسميه ديالو في انستغرام، بزاف ديال المغاربه تعاطفوا معاه، وحتى من هذوك اللي كانوا كيطالبوا بتغيير المدرب بمعنى انه كيطالبوا بوليد ركراكي يمشي في حاله، ولاو كيقولوا في التعاليق: وليد ركراكي عافاك، بقى معنا، حنا باقيين محتاجين. وخطاب الكراهيه تغير. هذا الشيء هذا كيشرحوا علم النفس وعلم الاجتماع، ونقدروا نلخصوا هذا الشيء في تاثير الهاله المعكوس، ريفرس هالو افكت، او الذاكره الانتقائيه. ملي كان وليد ركراكي في المنصب ديالو كان التركيز على الاخفاقات الحاليه والنتائج المتعثره، لكن بمجرد الانفصال عليه تحولت الذاكره تلقائيا للاسترجاع الانتقائي، حيث بدا العقل البشري كيستحضر اللحظات السعيده، نصف نهائي المونديال، نهائي كاس افريقيا، وكيطمس اللحظات السيئه. حنا كنميلوا لتمجيد الماضي بمجرد انه كيصبح ماضي. ونقدروا كذلك نلخصوها في النوستالجيا الفوريه، immediate نوستالجيا، وهي الشعور بالحنين لعهد شخص ما بمجرد انتهائه. الجمهور كيشعر بان حقبه الامان او الحلم انتهت، وهذا الشيء هذا كيولد واحد الخوف من المجهول القادم، فكيبدا التمسك بالرموز اللي حققت النجاح سابقا كنوع من الدفاع العاطفي. وكاين كذلك حداد الجماعه، collective mourning. رغم ان القرار يقدر يكون صحيح من الناحيه التقنيه، الا ان رحيل شخصيه كاريزميه مثل وليد ركراكي كيدير واحد الحاجه اللي سميتها الحداد الجماعي. ركراكي ما كانش مدرب فقط، بل كان كيمثل الهويه والنجاح القومي، والرحيل ديالو كيشعر الناس بفقدان جزء من تلك الهويه اللي خلاتهم فخورين امام العالم. وفي الاخير نقدروا نسميو هذه الحاله كذلك بالامتنان المتاخر، باللايت جراتيتود. في علم النفس الاجتماعي احيانا الناس ما كيقدروش قيمه الاشياء الا من بعد ما كيفقدوها. الخوف من خساره الروح اللي زرعها وليد ركراكي خلات الجمهور يتناسى العيوب التكتيكيه ويركز على القيمه الانسانيه والتاريخيه اللي قدمها. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، فكنتمنى من صميم القلب ديالي اننا نوضعوا حد مع خطاب الكراهيه ونوضعوا حد مع الشخصنه في التعاطي مع الاحداث.